سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهاردة الحلقة رقم 26 في سلسلة ما تيجي تعيش معايا أمريكا. وأتمنى لكم دايما تبقوا في أحسن صحة وأحسن حال، وأشكركم على تعليقاتكم وأشكركم على أسئلتكم، وكل سؤال بتبعتوه أنا ممكن يفتح لي فكرة لفيديو أعرف اهتماماتكم. برد على كل الأسئلة. في حد قال لي انت بترد، انا اتفرجت على فيديوهات كتيرة محدش بيرد خالص، كان انت بترد على طول. فانا تحت امركم في اي سؤال في اي تعليق. وتاني التواصل على الخاص هيبقى صعب، فاتواصل معايا على القناة، والسؤال بتاعك لو انا جاوبتك على القناة غيرك شاف الاجابة هو يستفيد، او لو انا لقيت فكرة كويسة نبدأ بيها فيديو. عندي افكار لفيديوهات كتيرة فابدأ بيها فيديو، يبقى انا بعمل فيديو عشان افيد كل الناس، وانت كمان من خلال سؤالك هتفيد كل الناس. ده بالنسبة للتواصل. حاجة تانية احب اقولها يا جماعة، ان انا لسه اقول موضوع الفيديو ايه كمان شوية، بس في نقطة لازم انوه عليها في الاول برضو. هنا يا جماعة لما مثلا حد بيديك نصيحة في اي فيديو سواء انا او غيري، مثلا بقول لك ايه انواع الشغل اللي ممكن تشتغله في امريكا من غير رخصة، فانت تيجي تقول لي طب انا ازاي اسس شركة؟ طب اقدم فين؟ طب ايه المؤهلات اللي معايا للشغلانه الفلانيه؟ اكيد مش هتلاقي كل الاجابات عندي، لان انا اكيد ما اشتغلتش كل الشغلانات. انا عايش في مجتمع بجيب واحد يوصل لي النجيله. هيبان قدامكم دلوقتي حالا برضو واحد مؤسس شركه جديده، واخد لكم سكرين شوت على موقع ده، بيبقى كل الجيران في كل منطقه بيقروا البوستات ديت. فهو ساكن قريب من منطقتنا، فبيخش على الويب سايت ده زي الفيسبوك كده، بيحط عليه بوست بشغله، رقم تليفونه، بيعرض خدمته. وممكن اجربه، لان اللي عندي ما بقاش يشتغل كويس، او اللي عندي كسول بيجي مره وما يجيش مره، او اللي عندي غلى السعر عليا فجاه. ففي طرق كتيره تبيع بيها نفسك وتبيع بيها شغلك. بص على البوست، ودوت طريقه انك ممكن تنشر شغلك. طيب لما مثلا اتكلمت على التراك درايفر، انا ما اشتغلتش تراك درايفر، فانا ما اعرفش الانكم كام. انا شفت امبارح فيديو واحد بيقول التراك درايفر بيعمل 6000 دولار في الاسبوع. انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، انا عايش في امريكا بس ما اشتغلتهاش، ما اعرفش بتحاسبوا ازاي. طيب انا اديتك سكه للتراك درايفر، سمعت عنها بعدين بعد كذا سنه من وجودي في امريكا، وانها بتكسب جامد جدا. يمكن تناسبك لو انت سنجل ومش متجوز، فتشتغلها في الاول كويس قوي تعمل منها فلوس كويسه. فطيب انا بقول لك عليها، لكن ما تقوليش طب بيقبض كام في الساعه، بياخد كام في السنه، ازاي يقدم في الشركات، الشركات بتسأل عن ايه بالظبط. انا ما عملتش. انا بقى هعمل ايه لو انت سألتني؟ هخش انا اونلاين واشوف الريكوايرمنتس، ايه المتطلبات اللي طلبها الشركه. هسيرش على شركة تراكس موجودة في أمريكا، هتواصل معاها لو عندهم تليفون أو عندهم إيميل، هبعت لهم أقول لهم إيه الرخصة اللي أحصل عليها عشان أجي عندكم. هل في خبرة مطلوبة معينة؟ طيب المرتب السنوي كام؟ أنت يا سيدي لو دورت في المعلومة على جوجل يا جماعة، سيرش أب، ما تبقاش كسول وتبقى عاوز كل معلومة تجيلك على السهل. وهنا اسمحوا لي أقول تنبيه مهم قوي. بعض الناس القدام اللي عايشين في امريكا بيهربوا من القادمون الجدد، لان القادم الجديد هو عنده اسئله في كل حاجه. طيب انا هجاوبك على سؤال، على اتنين، على تلاته، لكن لما الاقيك عندك كم رهيب من الاسئله وبدات احس انك كسول، انك بتستسهل تسال، ما بتدورش. فنصيحه دي ليك انت، دور بنفسك. افرض انا اديتك اجابه اتاكد منها صح ولا غلط. افرض اديتك اجابه ناقصه، كملها انت بانك تعمل سيرش. افرض يا سيدي انسان وحش بيقول لك كلام غلط، بيتوهك، فدور انت واعرف الكلام الصح. فنصيحه بلاش كسل. خلي لو في فيديو زي دوت بيديك موتيفيشن، بيديك حماس، بيديك دافع انك انا هعمل واسوي، لا خش بقى ادي من وقتك، دور، شوف المجال اللي انت حابه، دور بنفسك. وهنا امريكا زي ما قلت كتاب مكشوف، كل حاجه موجوده. دلوقتي هتشوفوا صوره تانية على الشاشه قدامكم، دي عن طبعا شفتوا الفيديو اللي هو لو كسرت فيزا هيحصل لك ايه في امريكا. ابقوا روحوا شوفوه لو انت ما شفتوهوش. وانا بوست اهو عامله لكم، دي من صفحه عربيه على فكره. الكلام ده في الاسبوع دوت، يعني انا
اللي دايما ببعته لكم حاجات ظهرت قدامي ريسنتلي، يعني لسه ظاهره حالا مش حاجات قديمه. فانا اخدت صوره من بوست عامله واحد عربي على صفحه عربيه، هو عايش جوه امريكا. اقروا بنفسكم كاتب بيقول ايه. الراجل بيقول انه شغال عند حد وحاسس ان الحد دوت مش بيديله فلوس كويسه، او طبعا هو مش كاتب كل التفاصيل، او هو حاسس بالظلم، فبيقول ممكن الاقي شغل فين وانا لسه يا جماعه معيش ورق، حد يقدر يساعدني؟ ادي مثال حي. لو انت كسرت الفيزا بتاعتك في امريكا وقعدت، جهز نفسك لكام سنه في الاول انك هتبقى تعبان، انك مفيش في ايديك حاجه، وربنا يبعد عنك الناس الوحشه المستغله اللي ممكن تستغل وضعك انت في ان هي معكش ورق وتستفيد منك اقصى استفاده وتيجي عليك انت كتير. شفت على التيك توك امبارح بالصدفه بقلب فيه ولد في امريكا في نيويورك بيقول انه كان شغال، هو معهوش ورق فشغال ومعهوش رخصه، فشغال على عربيه اكل في نيويورك بيقبض حسب الظروف. بيقول قبضي على الله، لما يدوني فلوس باخدها. طبعا هم مدينه سرير في حته اكيد لا تناسب انسان ادمي يعيش فيها، سرير مش اوضه، سرير في حته مرميه على جنب في اي حته. ادي السرير ده تنام عليه هنا، وممكن يكون المخزن بتاع تخزين عربيات الاكل مثلا. هتنام هنا وهتبقى شغل 12 ساعه. مفيش في امريكا 12 ساعه، هنا 8 ساعات وخمس ايام في الاسبوع. لا ده بيشتغلوا 12 ساعه كل يوم، مفيش اجازات، وبيقبضوا باللفظ كده قال على الله. و طب يا ابني، بيقول انا هعمل ايه مع الراجل ده لما اكبر؟ هو جه زي في يوم من الايام ودلوقتي هو بقى ظبط ورقه. انا بقول له لما اظبط ورقي هبقى اوريك انا هعمل فيك ايه. فطبعا تجارب مش كويسه وخبرات مش كويسه، فانت جهز نفسك واديك عارف انك لو كسرت فيزا في امريكا ممكن تتعرض لحاجات زي كده. ما تقعدش بقى تقول لا دي تجارب شخصيه او فرديه، او انت بتتكلم عن تجربتك الشخصيه. برضو حاجه تانية هنبهها هقول عليها مهم قوي التنبيه بس. جماعه انا مفيش حاجه بقولها هنا تجربه شخصيه، يعني مش بقول لك خد بالك من كذا وكذا وكذا معناه ده حصل معايا. إيه، انا ما اشتغلتش عربيه اكل وحد عمل معايا كده فانا بحكيها. انا مش شرط اديك نصيحه تبقى حصلت معايا انا عايش في مجتمع بنقل لك صورته. ميزه هنا في الفيديو لو انت جاي جديد اديك عارف، او لو انت موجود وشايف الحاجات دي، اوبا ده راجل بيتكلم، ده الطبيعي، ده الواقع. انا لسه بقالي 3 اشهر والفيزا ما اتكسرتش، هو انا لو قعدت هيحصل لي فعلا كده؟ هي الناس معاملتها بتتغير بعد ما اكسر فيزا؟ بيبقوا خلاص اتملكوا مني وعارف ان انا مفيش مفر ليا، ولا ايه الموضوع؟ فدي بس حبيت انوه بيهم في الاول. لو لغايه هنا انت سامعني قبل ما اتكلم في موضوع الفيديو النهارده، من فضلك دوس لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس، اشترك في القناه. ولو عندك اي سؤال اي تعليق سيبه تحت، انا بهتم بالحاجات دي جدا، برد عليكم، باخد منها افكار. عندي افكار كتيره لفيديوهات. النهارده هتكلم عن ايه الوظائف الماليه اللي ممكن تشتغلها في امريكا. كنت في الفيديو رقم 25، النهارده ده الفيديو 26. في الفيديو 25 كنت كلمتكم عن ازاي تبقى تاكس بريبيرر، يعني ازاي تشتغل معد ضرائب، وازاي تحصل على البي 10 اللي هي بي تي اي ان من الاي ار اس اللي هي هيئه الضرائب الامريكيه، وتبقى مسجل عندهم انك انسان مرخص ليك ان انت تفيل ضرائب لناس غيرك. وبالرقم ده ممكن تفتح شركه، او في الاول تشتغل في شركه سنه 2 تتعلم، وبعد كده تفتح شركه تبقى صاحب بيزنس. هكمل عليها النهارده. ان انت يا سيدي اديك بقى معاك الضرايب، والضرايب شغلها موسمي. طيب ما انا هشتغل ايه من شهر مثلا 12 لشهر 4 5؟ طيب وبعدين باقي السنه هعمل ايه؟ هنا انت عندك فواتير في امريكا كل يوم كل شهر على طول، مفيش يوم من غير فواتير. انت بتركب عربيتك لو معاك انشورنس، انت ليك قسط شهري في الانشورنس، يعني ما معناه انك كل يوم من 30 يوم في مبلغ للانشورنس على العربيه، في مبلغ لانشورنس البيت، في مبلغ لازم للمورجج بتاع البيت او الرنت بتاع الشقه او الاوضه او السرير اللي انت مأجره كل يوم، فانت كل يوم لازم يبقى فيه دخل. فقلت على شغله تانية اللي هي البوك كيبنج. البوك كيبنج شغل اسهل، الكورس بتاعها اسهل،
ودراسته سهله اونلاين، برضو ما تجيش تقول لي اخد فين كورس بقى بوك كيبنج اونلاين. يا سيدي سيرش ات اب، فين الويب سايتات اللي بتدي بوك كيبنج كورس اونلاين. زي ما وريتكم الويب سايت اللي هو بتاع ان انت ازاي تبقى تاكس بريبيرر، ممكن يكون نفس الشركه بتقدم البوك كيبنج كورس. انا في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتعلمك البوك كيبنج ببلاش. في حد عامل اعلان كان بيقول البوك كيبنج دي بيزنس واعد، خش عندي على صفحته على الويب سايت بتاعه هو، وادفع رسوم مش عارف مثلا $200 وهو يعلمك ازاي البوك كيبنج. طبعا مبلغ مش كبير ولا حاجه. فالبوك كيبنج اللي هو بتمسك ماسك الدفاتر التجاريه، دي ترجمتها بالعربي، اللي هي ما معناها انا صاحب بيزنس، بيبقى عندي فواتير، بيبقى عندي مشتريات، بيبقى عندي مصروفات، بيبقى عندي عماله، الحاجات دي كلها عاوزه تتظبط شهر بشهره، فده اسمه البوك كيبنج. فلو انت ضفت البوك كيبنج جنب انك تاكس بريبيرر كده، وسعت شغلك على مدار السنه. وهنا كل امريكا قايمه اقتصادها على السمول بيزنس، فكل سمول بيزنس محتاج بوك كيبر، واحد يقوم له بمسك الدفاتر التجاريه. فتخيل انت لو في بلازا واحده فيها 100 محل 80 محل، دول محتاجين 80 بوك كيبر. فتخيل لو انت اخدت بلازا واحده بقى عندك 80 زبون طول السنه بس صد عليهم. النصيحه الاولى على الماشي هنا، سواء انت تاكسي بريبيرر او انت بوك كيبر، خليك مخلص وامين في شغلك. في ناس كتيره ليه بتسيب الناس اللي شغاله معاها؟ ناس غير امينه، ناس غير مخلصه، ناس ما بتهتمش تعمل ابديت لنفسها، ولا بتوفر للكلاينت معلومات المفروض يعرفوها. فلما يعرفها من بره ليه؟ اصل المحاسب بتاع جيراني قالوا له كذا، وانا بتاعي ما قاليش، هسيبه واروح لبتاع جيراني، وهكذا. ايه الشغلانه التانية السهله اللي ممكن تشتغلها؟ ممكن تشتغل في بنك في امريكا. ايه ده بجد؟ هو البنك في امريكا شغلانه واو ومرتباتها؟ لا لا، ما تحلمش قوي كده. مرتبات معقوله تعيشك عيشه معقوله. وطبعا البدايه كمرتب بتفرق عن ان انت بقى هتركز في الكارير دوت وهتدرس تاخد شهادات وتترقى فيه، تختلف خالص. كل ما تدرس وتاخد شهاده اعلى هتاخد مرتب مختلف خالص احسن طبعا. لكن البدايه في البنك هنا ممكن تشتغل بالامريكان دبلومه او ما يعادلها. يعني اي طالب خريج ثانويه عامه في امريكا ممكن يشتغل في اي بنك تيلر. اذا ينفع الكلام ده؟ ينفع. طيب ما يعادلها يعني ايه؟ يعني لو انت جاي من بلدك وقدمت شهاده الثانويه العامه بتاعتك وعملت لها ايفالويشن، او لو انت مثلا دبلوم وعملتها ايفالويشن فبيقولوا دي بتساوي الامريكان دبلومه، تروح تقدم بيها. انك تتقبل او ما تتقبلش دي بتاعت ربنا. طيب لو انا معايا باتشلر ديجري، هل ينفع اقول لهم ان انا كنت شغال في المحاسبه او شغال في بنك؟ طبعا ينفع، بس انت بتعمل حاجه صغيره اسمها ريزومي. الريزومي ده برضه هنا انت بتحتاج حد يساعدك تعمله، او يا سيدي لا خش اونلاين، انا اسف خش اونلاين دلوقتي، قول هاو تو كرييت ريزومي ان امريكا، اللي هو بتسموه في بلدنا العربيه السي في، هنا اسمه الريزومي. فانت شوف ازاي بيتعمل، ذاكره. في كورسات بتتعمل فيه، في حد بيعلمه لك اونلاين ب $15 ب $10. هنا اول ما تيجي في اماكن كتيره تبع الحكومه بتعمله ببلاش، في اورجانيزيشنز بتعمله ببلاش، في مكتبات عامه بتعمل على الويب سايت بتاعها ان اليوم الفلاني اللي عاوز يعمل ريزومي او حد يعلمه او يوريه يجي لنا. فده سهل قوي، تعمل ريزومي بتاعك بتكتب فيه خبراتك. النصيحة اللي اقولها هنا، لو انت عاوز تحط رجلك في بنك في امريكا وانت شغال في المجال ده في بلادنا العربية، ما تقولش كل مؤهلاتك قوية، ما تحطش ان انت اقوى واحد او ان انت احسن واحد. يعني ما ينفعش اللي بيعينك ده يكون هو امكانياته او مؤهلاته اقل منك وانت هتشتغل تحت ايده، فهو يحس ان انت اوفر كواليفيكيشنز. طب وانت اوفر كواليفيكيشنز يعني مؤهلاتك اعلى من مؤهلات الوظيفه، لا مش هيتعين، لان هو عارف ان انت هتقعد هنا شويه وهتبقى متضايق. انت هتدور في اماكن تانية بمؤهلاتك الحقيقيه بمرتبات اعلى، لو لقيت هتسيبني. انا عاوز واحد يفضل معايا في البوزيشن ده لفتره طويله. فنصيحه، ما تحطش كل المؤهلات القويه اللي تخلي المدير اللي بيقابلك يحس انه صغير قدامك، او ان انت قوي جدا، او ان انت تستاهل حاجه احسن من الوظيفه اللي احنا عاملينها. فلو انت حطيت رجلك في بنك بقيت تيلر، التيلر دوت بتدي ناس فلوس كاش، واحد بيجي لك شيك
تديله فلوس، واحد عاوز يسحب فلوس، واحد عاوز يعمل ديبوزيت لفلوس، واحد عاوز يعمل ديبوزيت لشيك. شغلانه سهله كبدايه، بس التوفيق فيها والانترفيوهات طبعا بتتعب شويه. خليك صبور، ما تروحش بنك وقفلوا في وشك الباب ما تروحش تاني. لا يا سيدي، روح بنك وتاني وتالت ورابع وخامس وسادس. في بعض الناس هنا بيشتغلوا في البنوك طول عمرهم، يشتغلوا في البنك ده سنتين ثلاثه ويمشوهم، يقوموا مقدمين في البنك التاني المنافس، يتعينوا فيه سنتين ثلاثه يمشوهم، هوب يرجعوا البنك الاولاني. هنا الحياه فليكسبل والحياه سهله. فده مجال لو حطيت رجلك في البنوك تبدا از تيلر اللي هو الشغلانه البسيطه، وابدا بقى ادرس وترقى واعرف. ما تجيش تقول انت بدرس ايه عشان اترقى، وانت هناك اعرف، وانت هناك سيرش اب. انا عاوز البوزيشن دوت اوصله ازاي؟ عاوز اشتغل فاينانشال ادفايزر في بنك. طب دوت لازم اكون دارس فاينانس في امريكا، فاعرف ايه اللي لازمني اكمله. والفاينانشال ادفايزر ده بقى مرتب تاني خالص، نقله تانية خالص. ممكن تشتغل في بنك او في مؤسسه ماليه في البدايه تتعلم، وبعد كده تفتح بيزنس ويبقى انت صاحب شركه فاينانشال ادفايزر. اللي انت يعني ايه فاينانشال ادفايزر؟ انت بتقدم للناس نصائح ماليه، ازاي يستثمروا فلوسهم على احسن ما يكون، ازاي يعملوا خطه لبعد المعاش. هنا ناس بيطلعوا معاش من 65 سنه، فمتوسط العمر هنا في امريكا الناس بتعيش لغايه 90 و100، فده هيقعد 25 سنه 30 سنه بعد المعاش. فمحتاج بقى خطه، المعاش بيبقى قليل، فمحتاج مصاريف بقى عمره. وتاني هنا في فواتير دايما. البيت اللي انت قاعد فيه او شريف امريكا هو بيتك، بس انت عليك ضريبه ليه كل سنه، فادي دخل. السقف بتاعه بيتغير كل 10 15 سنه، ده بفلوس قد كده. عندي في فلوريدا التكييف لو كمل معاك 10 سنين يبقى كده عدى العيب، ده بمبلغ قد كده. فانت محتاج مصاريف. يعني لو انت على المعاش مثلا 65 سنه ومغير التكييف من 5 سنين، فوانت 70 سنه التكييف باظ، طيب هتجيب منين 10000 دولار وقتها؟ السقف بتاع البيت هتغيره 40000 دولار. فهنا في مصاريف دايما، ولو راكب عربيه في تامين وفي تامين صحي، فطبعا في مصاريف كتيره غير تامين البيت. فبيعملوا لك يقول لك انت محتاج بعد سن المعاش، دي طريقه ازاي تستثمر فلوسك عشان بعد المعاش تلاقي في انكم جاي لك او دخل كويس او فلوس تحتاجها وقت عوزه. شغلانه حلوه قوي الفاينانشال ادفايزر. سيرش اب الكورسات اللي محتاج تدرسه. وشغلانه كويسه جدا 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 جدا، لان انت بتنصح الناس يستثمروا فلوسهم ازاي، فانت بتاخد كوميشن على كل حاجه بيعملوها. طيب كمان في مجال الريال استيت. الريال استيت في امريكا برضو دي شغلانه، مش شغلانه فول تايم جوب، دي بتخليها اون ذا سايد، زيها زي التاكسي بريبيرر كده. هنا في امريكا يا جماعه ممكن معاك 7 8 رخص، وكل واحده بتستخدمها في وقت. اهم شيء يبقى عندك دخل طول السنه. فالريال استيت انت بتشتغل في بيع البيوت، انت سمسار بيوت. فسمسار بيوت دوت بيشتغل يوم الجمعه. يعني انا بشوف دايما الاعلانات بتحط يوم السبت والحد، عاملين حاجه اسمها اوبن هاوس. بيروح البيت يفتحوا يوم السبت والحد، بيقعد فيه مثلا من الساعه 9 للساعه 2، وبيحط صاين بره علامه ان هنا البيت ده فيه اوبن هاوس هنا يا جماعه. وقبلها بيحط على كذا ويب سايت ان البيت ده للبيع وليه طريقه في عرض البيع، وبيقابل الزباين. ولو البيعه تمت بياخد عموله، العموله بتبقى 6%. لو انت الريل استيت انت نفس البني ادم، الريلتور دوت جايب البائع والمشتري بياخد من ناحيتين 6%. لو انت يا سيدي جايب البائع بس فبتاخد 3%، لو انت طرفك المشتري بس بتاخد 3%. فطبعا تخيل بيت بقى بمليون دولار، بيت ب 500000، بيت ب 300000، بيت ب 100000، لو ربنا وفقك وبعت فيها. لسه في حد قايل لي كان في زميلهم في الشغل بعد سن ال50 بدأ ريال استيت، دلوقتي هو معدي ال60 وبيعمل مبيعات رهيبة كل شهر وكل سنة، عشان هو عارف يتواصل مع المجتمع وسمعته حلوة وسط الناس واجتماعي. اكتشف ده في نفسه بعد سن ال50. فطبعا لو انت معاك رخصة انك تبيع وتشتري بيوت، دي حلوة. جنبها تبقى تاكسي بريبيرر في موسم الضرايب، وبعد كده ان انت ممكن تشتغل في بنك تيلر، وان انت ممكن ترقي نفسك تبقى فاينانشال ادفايزر عشان تاخد مرتب كبير اعلى ما تبقى تيلر، وهكذا طور نفسك. كمان اخر وظيفه ماليه هتكلم عنها النهارده اللون اوفيسر. دي شغلانه بيشتغلها مصريين كتير، وخدوا بالكم بقى
هم بيعملوا مع بعض ديل. انا شغال في الريال استيت، انا ببيع بيوت وجايب زبون بيتفرج على البيت. يا سلام بقى كمان لو انا اعرف الفاينانشال اورجانيزيشن اللي ممكن تسلف الراجل دوت، بحيث انا بقول له انت معاك بنك او معاك فاينانشال اورجانيزيشن ولا بتدور؟ يقول لا لسه هدور. يقول له طب انا عندي حد، خد الرقم ده كلمه. الرقم ده بتاع واحد اسمه لون اوفيسر، بتصل بيه يقول لي ايوه انا شغال في الشركه الفلانيه، او انا عندي اكتر من شركه بتعامل معاها. يعرف امكانياتك ودخلك والبيت ده عاجبك، طيب خليك معايا وانا هجيب لك ريت او انترست ريت للفوائد القرض قد كده على كام سنه. فطبعا حاجه شغلانه حلوه. وزي ما قلت كل لون اوفيسر بيبقى عنده علاقات كبيره بكذا ريال استيت، وكل ريال استيت بيبقى عنده علاقات كتيره مع كذا لون اوفيسر، وفي النهايه الزبون هو اللي بيختار يشتري من مين ويعمل اللون بتاعه مع مين. فشغلانات حلوه. وهنا بقى بتلاقوا كتير قوي من اخواتنا العرب، كتير جدا 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 شغالين في الريال استيت وشغالين في از لون اوفيسرز، اللي هم بيبقوا مسؤولين ان هم يوفروا لك لون من المؤسسات. اكتب كده على اي صفحه عربيه يا جماعه انا جاي الولايه الفلانيه وعاوز اشتري بيت، بلا مبالغه هتلاقي نزل لك 40 50 واحد يقول لك اتصل بيا اتصل بيا، ده رقمي، انا خبره في المكان هنا، انا في الولايه دي ساكن بقالي كام سنه، انا اقدر اساعدك. وطب يا جماعه انا بدور على قرض للبيت، اروح فين؟ هتلاقي فيه 50 واحد نزلوا لك على طول، كل دول عرب عشان انت كاتب بالعربي. فمجال كبير، مجال كله منافسه، مجال كله شغل طول السنه. وطبعا هنا البيوت في اصلا مستثمرين بيشتروا بيوت ويبيعوها. كل اللي بيشتري بيت وهو مش مستثمر ومعهوش فلوس بياخد قرض. طب خشوا كده برضو انتوا بقى تعبوا شويه في المعلومه دي، دور على جوجل في كام بيت بيتباع في امريكا سنويا، في كام بيت حد بيشتريه مش بغرض الاستثمار، بغرض سكني. فدول كلهم واخدين يا جماعه قروض واحتاجوا واحد في الريال استيت شغال، واحتاجوا واحد عمل له اللون بتاعه عن طريق فاينانشال اورجانيزيشن او منظمه ماليه. اتمنى يكون كده انا غطيت الوظائف الماليه. كان حد قبل كده سالني ما اتكلمنا على الوظائف الماليه اللي ممكن نشتغل في مجالنا. طبعا المجال ده برضو تنبيه هقوله مهم قوي قوي قوي. اوعى تفتكر الفيديو ده للمحاسبين اللي في الدول العربيه او الناس اللي هم غاويين المجال بتاع الرياضيات، احنا كنا علمي مش ادبي. لا يا جماعه، كل اللي انا قلته ده في امريكا ينفع لاي حد. طب الشغلانه دي تنفع للرجاله مش الستات؟ غلط، في امريكا كل الشغلانات تنفع لكل البشر. طب الشغلانه دي محتاجه مجهود اكتر او تعب اكتر او دراسه اكتر. اللي يقول لك امريكا ما فيهاش تعب بيضحك عليك، يقول لك امريكا ما فيهاش شقه بيضحك عليك. هنا بتتعب سواء بتذاكر او حتى يا جماعه لو اخدت الشهاده واشتغلت في المجال اللي بتحبه، متعبه جدا. هنا ما فيش حاجه بتقبضها الا وانت تعبان بيها. يعني ما فيش شركه كبيره هتعينك مثلا ب$100,000 في السنه فانت شغال 8 ساعات في اليوم، ففي ال8 ساعات دول انت عندك دقيقه بتضيعها. لا، انت بتشتغل 8 ساعات. فكل حاجه ليها ثمنها. في بقى مجال اخير هتكلم عنه يمكن على علاقه شويه بالفاينانشال، مجال الماليات، اللي هو مجال الاي تي. الاي تي او لو انت معاك اي خبره في مجال الكمبيوتر، ده المستقبل الواعد في امريكا هنا. يا سيدي لو انت في بلدك بتعمل دروب شيبينج، اللي مش عارف يعني ايه دروب شيبينج يعمل سيرش اب. إيه لو انت بتبيع على مواقع اونلاين زي امازون او ايباي او اي موقع، او حتى انت مؤسس موقع في بلدك العربيه بتبيع منتجات محليه عندك، ده بيزنس ممكن تبداه هنا رايت اواي. انت ممكن، انا اعرف ولاد في بلاد عربيه بيبيعوا منتجات في امريكا بالدروب شيبينج وهم في بلادهم العربيه. يعني الباشا بيشتري من سبلاير من الصين ويعمل الاوردر على امريكا، يجي للزبون وهو بياخد من بتاع الصين الحاجه دي ب 80، بيبيعها للمواطن الامريكاني ب 140 وهو اللي بيكسب، وهم في البلاد العربيه دلوقتي قاعدين. فلو انت جاي ده بيزنس هنا. طيب لو انت بقى اعمق شويه ومعاك شهادات في الاي تي، في البرمجه، في انك تاسس مواقع، يا سلام، ده بيزنس هنا رائج جدا 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 جدا. كل يوم انا بيجي لي ايميلات
يقول لك احنا ممكن اعمل لك حمله دعايه على جوجل، انا ممكن اعمل لك حمله دعايه على السوشيال ميديا، انا ممكن اعمل لك حتى الايميلات، ممكن امسك لك ايميلات شغلك عشان يبقى عندك سبسكرايبرز، وانت اي حاجه بتعملها بيروح للناس اللي عملوا لك سبسكرايب يعرفوا العروض اللي انت بتقدمها في البيزنس بتاعك. فدي شغلات بيعملها عيال صغيره، دول صحاب شركات، هم اشتغلوا في شركه صغيره واتعلموا منها وطلعوا كل واحد بقى عامل عنده شركه. وهنا امريكا مش ضد الكلام دوت، يربي 100 واحد ينافسوا بعض، المستفيد الزبون والكواليتي بتاعت الخدمه بتعلى والسعر بيبقى كومبيتيشن ما بينهم. فطبعا ده مجال حلو جدا جدا جدا. تعالى بقى لو انت شغال في مجال الكمبيوتر ومعاك خبرات، تخيل بقى تشتغل فين. هقول لك حاجه غريبه قوي، مصلحه السجون بتطلب ناس عندهم خبره في الاي تي، لان هنا كل حاجه على الكمبيوتر، فعاوزين حد يبقى مسؤول عن الداتا انتري ويدخل ويعمل والسوفت وير بتاعهم وازاي يامنوا ومفيش حاجه تتسرق. ادي مصلحه السجون. في المدارس، في اي اداره تعليميه محتاجين ناس في الاي تي، تخيل انت. فمين قال لك ان دي شغلانه معناها بمفهومنا، انا بتكلم بالذات على مصر، انك تفتح محل كمبيوترات عشان تصلح كمبيوترات وتصلح سوفت وير؟ لا خالص. في مجال رهيب، الشركات الكبيره والصغيره بيطلبوا اي تي، ناس عندهم خبره. لو انت بقى عندك خبره في الاي تي، تعالى هنا. المرتبات بتبدا، هقول لكم البدايات البسيطه، بيبدا من 60,000 دولار. ما تجيش تسالني تقول لي طب اقدم ازاي، ايه الشركات؟ This is your work. جماعة، انت جاي امريكا تعب وشقة، تعتمد على نفسك، تبني نفسك. خد مني الموتيفيشن، الدافع والحافز والمعلومة، وانت بقى اشتغل. ايه ده انا عندي اي تي، هو انا ينفع اشتغل في مجال الاي تي بتاعي في امريكا لما اروح؟ يبقى ناخد كل شهاداتي معايا. طيب ايه السوق طالب ايه دلوقتي؟ ايه الجديد؟ اجهز نفسي بيه، ولما اجي هنا اقدم. شهادتك دي محتاجه تتعمل لها ايفالويشن، ابعتها بسرعه اعملها ايفالويشن واقدم. ممكن اقدم على ستيب بسيطه او خطوه بسيطه بقطعها في شغلانه في بدايه الطريق، ومن هنا اشق طريقي وامشي وابقى انا خبير في مجالي. وانا واثق ان الكواليتي بتاع الناس اللي عايزه شغل وعايزه شقه وعندها استعداد تضحي بوقتها في الشغل وتعمل فلوس وتنجح، في امريكا بيلاقوا نفسهم جدا ويبقوا اصحاب ثروات طائله. لغايه هنا خلص فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس، اشترك في القناه، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير. واستمتعوا دايما بحياتكم. سافر مع سلامه.